لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية ساكورا فروح شوفه الأول. في الجزء اللي فات شفنا انتقال ساكورا لمدينة جديدة بحثا عن الشهرة واكتساب القوة وإنه يبقى الأقوى وكمان انضمامه الفورين. بعدها شفنا ازاي قدر ينسجم معاهم ويقدر بجبروته يهزم توجامي ويوقفوا شيشتورين. وفي النهاية شفنا ترشيحه لمنصب رئيس الفصل ومراقبته لأنزاي ومعرفته إن واحد من صحابه مخطوف من عصابة كيل الملاعين. على طول جمع الرجالة وشكله كده هيقلبها عليهم طين. فيا ترى ايه اللي هيحصل في باقي الحكاية؟ فلو انت عايز تعرف فصل على النبي وحط اللايك المتين ويلا بينا نبدا. وبعد ما رجالتنا اتجمعوا راحوا للمكان المكتوب على الصوره بيلاقوا البوابه مقفوله بجنازير. سوجيشنا بيحاول بالزوم ما بتنفعش فبيرزعها رجل بتفلقها اتنين. لا جامد يلا. بعدها بيدخلوا كلهم دخلة راجل واحد على المكان وشكل اللي جاي كله قلبات. جماعه كلب يشوفوهم وبيستغربوا من اعدادهم دي. ورئيسهم اول ما بيلاقيهم داخلين عليه كده بيقول ايه ده؟ هو انا مش كنت قايل لك انت بس يا انزاي ولا ايه؟ ولا شكلك عاوزهم كلهم يبقوا صاحبك ده؟ انزاي بيغضب ولكن ساكورا بيوقفه. بيقول له بدون كلام كتير سلمنا ناجيته علشان ما يحصلش مشاكل. انا مش بطلب منك، بالعكس انا بأمرك وعدك اللي جاي هتشوف سواد. رئيس جامعة كلب يضحك وبيقول له كده ما سبتليش حل غير ان ادافع عن نفسي عليهم يا رجاله. وهوبا بيتفاجئوا بجيش محوطهم من كل اتجاه. هما دول كلهم جم منين؟ لكن على مين ياض انت وهو؟ ده احنا معانا حبه مجانين. وبدون مقدمات بتبدا المعركه. الاتنين دول بيقسموا عليهم واحلى دمار. كون هو كمان بيدافع عن اللي بينضرب من فورينيو في البدايه كلهم مسيطرين. كيريو هو كمان نازل ضرب نار. اما سونحا مينيريو اللي بيجي قدامه بيعمل منه منبار. سوجيشنا هو كمان الرجل منه بتلاتة. وساكورا ماسك العيال دعك ولا فارق معاه واحد ولا تتار. خرابه يابا. بيخلص على كل اللي قدامه وبيقول لأنزاي سيبك من دول، يلا بينا نطلع فوق على الكلاب دول علشان نأمن صاحبك اللي معاهم. وبالفعل بيتجهوا لهناك وساكورا بيكسر اي حد يقف قدامهم. بيأمن السلم وبيقول له اطلع وانا مش هخلي حد يحصلك. كسر عظمه وانا مستنيه. وفعلا الواد بيسمع كلامه وبيطلع عليه بكل عصبيه مفكر ان اللي فوق دول زيهم زي الاغلبيه. ولكن انت غلبان. انزاي بيحاول يضرب عليه ولكن ده بكل برود بيمسك ايده وهوبا برجل لولبيه بتكسر دماغه وبترميه من على السلم. اولا لا. ساكورا بيشوف اللي حصل ولسه هيساعده. بيلاقي واحد من اقوى رجالتهم بينزل له. كيريو كونو وسوجيشنا وسون بينزل لهم واحد من الاقوياء هم كمان. ايوه دول حوطوا اقوى اعضاء من فورين علشان ما يساعدوش زمايلهم. وفعلا ده اللي حصل بالظبط. كل واحد فيهم بينشغل في اللي قدامه وساكورا بيكون واقف مش عارف هيعمل ايه بالظبط. الواد اللي قدامه عفيجي وهو يا دوب عمال يفادي هجماته مش اكتر. مش عارف يعمل معاه اي حاجه. كمان بيشوف واحد من زمايله بيتضرب قدامه وكان هيساعده ولكن الواد اللي قدامه بيمنعه وبيهجم عليه. ساكورا وقتها بيتعصب وبيحاول يسيبه ولكن الواد بيفادي هجمته وهوب واحد بيغفله من وراه بالحديده في دماغه. هما الاتنين بيضحكوا عليه وبيقولوا له بقى خلي بالك من ودنك يالا. الايه بدات تنقلب على فورين وخلاص شكلهم هيروحوا في خبر كان وهيخسروا قدام جماعه كل. الكل كان بيقاتل ونيري هو الوحيد اللي ما كانش ليه فايده علشان كده بيزعل من نفسه وبيقول انا هفضل كده لحد امتى؟ هفضل معطل سونو مخليه يحميني بس لحد امتى؟ انا لازم ما افضلش واقف زي لاتيا كده واساعد زمايلي. وفعلا ده اللي بيعمله. بيسيب سونو وبينطلق على ساحه المعركه. بيهجم على عصابه بكل غباء وبيلحق واحد من زمايله وهو بيتضرب. بيوقعه على الارض ولكن ما بيعرفش يعمل حاجه. بعد كده الواد فعلا بينزل ضرب فيه. ومش بس كده لا كمان بنتفاجئ واحد بيشيله من عليه وهوبا برجل خطيره شوهت وشه وقطعت به ارضا. الواد بيقع على الارض وثلاثه بيحوطوه من كل اتجاه. ساكورا بيشوفه هو متهان وعاوز يساعده ولكن لسه ما تخلصش من الواد اللي قدامه ومش هيلحق يوصل له. وساعتها واحد من كل كمان بيرفع الخشبه وخلاص هتنزل على دماغه تفرتكها. بيضرب فعلا وهوبا اوعى وشك يلا. ده طار من قدامه برجله اسطوريه. اولا لا انه كاجي من فورين. وصل اخيرا هو والمساعدين بتوعه. الكل اتصدم بس من حضوره. كوسو على طول بيشيل نيرو وبيوديه المكان امن علشان يستريح. لكن رئيس كل بيكون متعصب وبيقول لكاجي مالك كده؟ انت عارف ان هو مش هيقدروا علينا علشان كده جيت تساعدهم ولا ايه؟ بيحاول يستفزه بالكلام وكاجي بيقول له اخرس يلا انا هوريكم ازاي تاذوا واحد من اتباعنا بعد كده. انتم لا تعلمون ما اقحمتم به انفسكم ايها الاوغاد. جميع عصابه كل اترعبوا من هالته المشؤومه. اترعبوا من قوته الاسطوريه. رئيسهم بيقول لهم قتلوا ولكن دول كانوا خايفين منه. هل هتقتلوا ولا هيبقى مصيركم زي الواد الهيتيا ده؟ ها؟ وساعتها بيرجعوا للقتال من تاني خوفا منه مش اكتر. بيستأنف القتال ولكن المره دي غير. دول معاهم ثلاثه هيخلوكوا بألف خير. كوسو ما شاء الله البوكس منه بثلاثه امامير. انوموتو هو كمان اللي بيقابله بيعمل منه فطير. لكن الوحش كيجي كان متجه لرئيسهم واللي بيقابله بينسحنا نهار او ليل. وفعلا بيوصل على السلم بيلاقي انزاي واقع عليه وحالته تصعب على الكافر. على طول بيعدله تاني ولسه هيطلع بيلاقي ساكورا بيوقفه. بيقول له لا الواد ده بتاعي انا اللي هكسر عظمه. ارجع انت وخليك مع اللي تحت دول. كاجي بيتضايق من كلامه. ساكورا والواد ده لسه هيهجموا على بعض
بعض بيلاقوا اللي واقف قدامهم. الواد ده بيستغل الفرصه وكان هيهجم على كاجي، ولكن بنظره منه بيعرف مقامه بيرجع مرعوب منه. انا هتكلم معاه كلمتين، لو اتدخلت فهكسرك. الواد طبعا ما قدرش يتحرك. كاجي بعدها بيقول لساكورا انت كل همك اقوى واحد فيهم عاوز تهزمه صح؟ صح، ايه اللي فيها يعني؟ كاجي بيديله بوكس وبيقول له وبعدين انت مش عارف وضعك الحالي ولا ايه؟ انت ركزت على اللي فوق بس علشان كده بتواجه صعوبه قدام واحد ملوش لازمه زي ده، سايب زمايلك بينضربوا وانت ولا هنا ومعتبر نفسك قائد فصل. طب ازاي وانت عاجز عن حمايتهم؟ هل انت كده قدوه ليهم فعلا ولا انت ايه بالظبط؟ ساكورا فعلا بيسكت علشان كلامه صح، وكاجي بيسيبه ويمشي. قبل ما يطلع بينده عليه وبيقول له 10 كمان، كان نفسي اديهم للكلب ده في وشه، هعتمد عليك يا صاحبي. فبيقول له خلصانه، خلص انت على الكلب دول وساعد زمايلك، وبيسيبه وبيطلع فوق. وفي الوقت ده فعلا كان ساكورا عارف غلطه وبيفوق من اللي هو فيه، وبدون مقدمات برجليه في الواد اللي قدامه بتبعده عنه. الواد اتصدم من تطوره، على طول بيشاور للي وراه اهجموا عليه انتوا كتير وهتصيبوه. وفعلا كلهم بيهجموا عليه وبيحوطوا من كل اتجاه، ولكن هل ده هيفرق معاه؟ قولها معايا. لا والله، هي واحده في الثانيه في الثالثه بيخلص عليهم بالكامل، بيقف زي الاسد ولا فارق مع حد. الواد وقتها ترعب من اللي شافه. ساكورا بعدها بيتقدم عليه بكل عصبيه، بيقرب منه وهوب طريق السلامه انت. هي رجل واحده بس لمع بيه الجدار وخلص عليه. اللي بعده يا هناها يا سعده. وفي الوقت ده كون هو كمان بدا يفوق، والواد بيضرب عليه بكل عصبيه، لكن وقتها كون بيمسك ايده ما بيديلوش فرصه وبوم بالبوكس التاني بيكسر دماغه، كمان بيشيله بيكسر بالباترينا دي، والاتنين بيقوموا من تاني. الواد وقتها بيتعصب جامد وبيمسك الخشبه دي وبيضرب عليه، لكن كون بيمسكها منه بيوقف له من تاني، بوكس يمين وبوكس شمال والبقاء للاناني. كون بيستنى اللحظه المناسبه وهوب بيطير وبيديله الشوبليكس التمام بيخلص عليه. ابلع يلا. سوجيشنا هو كمان البليه ده كان مكسر عظمه، والواد ده اسلوبه اضرب ويجري يا ولده. الواد مش عارف يلحق ولا عارف يوصل له باي طريقه، وبيليا بيستغل انه جاي عليه وهوبا بالخشبه دي بيقف عليها وفي بطنه بيديه. سوجيشنا كان خلاص هيقع، ولكن في اخر لحظه بيمسك رجله وبوم في الارض بيديه، بيقرب منه وخلاص ناوي يجيب اجله، والواد بيناديه يوقف بس خلاص لا حياه لمن تنادي. سوجيشنا بيديله القضيه بيخلص عليه. كيريو هو كمان كان عمال يتبرد على الواد ده وبيقول له يا اخي انت مالك عصبي كده ليه؟ انت عارف لو فضلت كده هتفضل مكروه كده من البنات ومحدش هيطيقك. الواد بيغضب وبيهجم عليه تاني، ولكن كيريو ما زال بيفادي فيه بكل حرفيه. شفت حالتك عامله ازاي؟ زي الثور بالظبط، بتقاتل لاجل شخص مش شايفك اساسا ولا عامل لك اي اعتبار. انتهيت يا هلا ومحدش هيعبرك. الواد بيغضب اكتر وكل ما ده بيحاول يهجم عليه اكتر واكتر، ولكن كيريو بيصد ضرباته وبيفادي هجماته بكل حرفيه. الواد كل ما ده ما بيتضايق وبيحاول يصيبه، والمره دي كيريو هو كمان بيهجم عليه، بيفادي ايده بلمسه خفيفه في رقبته. الواد بيطب ساكت على الارض ومش قادر يتحرك. كيريو بيقول له اعرف مقامك يلا، وهوبا بيدي له واحده بتنهيه. كوسو وانوميتو هم كمان كانوا بيساعدوا اللي بينضرب من زمايلهم، ولكن كان في واحد من زمايلهم بعيد عنهم وهيتصاب. بس في اخر لحظه ساكورا اللاعب بيتدخل برجل بالطياره. باقي العيال هم كمان خلصوا على اللي في ايديهم، وما عادش في غير الجنب ده اللي سوجيشنا بينضفه، والجنب ده اللي فيه باقي الاعضاء. ساكورا بيقول لهم خليكم صحصحين لحد ما يقع اخر واحد فيهم، هنفضل مركزين، يلا نخلص عليهم يا رجاله. وبالفعل بيروحوا لسه يضرب اول واحد، بيلاقي اللي واقع جنبه حلو يصعب على الكافر. الملك سون بيتقدم من وراه، بيفضل ماشي بكل برود لحد ما بيوصل قدامه. الواد بيترعب من حضوره لسه هيقوم يضرب، وهوب برجل في وشه جابته على الارض مغمى عليه. ما اكتفاش بكده وبينزل يكمل، بس ساكورا بيمسك ايديه بيفوقه وبيقول له خلاص يا صاحبي الواد ما عادش فايق. وفي الوقت ده بقى كان القتال مستمر بين اقوى اتنين، كاجي ورئيس عصابه كل. الاتنين متبهدلين على الاخر، والواد قوته جباره ماسك عصايه البيسبول وبيهجم على كاجي بكل عصبيه، ويا دوب بيراوغ هجماته. بيفضل يرجع لورا لحد ما بيوصل على الجدار ده وبوم احلى شقلباز على دماغك يا معلم. لكن الواد اسرع مما تتصور، بيشد الحبل بيوقع كاجي وكان هيصيب له لانه بعد عنه في اخر لحظه، ما بيدلوش فرصه كمان وبيهجم عليه بكل قوته. الواد شغال يفادي بس وهوب بينط يمسك في الجنزير ده واحلى مسا عليه، لكن الخنزير ده برده ما بيتاثرش وبيهجم عليه. هجمه في الثانيه وبوم واحده بتلاقيه بتجيبه على الارض قدامه. الواد ما بيدلوش فرصه يقوم وبينزل عليه بكل عصبيه، ضربته هجمات من كل مكان وكاجي فعلا اتجلد. لكن هل بكده خلص الموضوع؟ ده انت تبقى ملسوع. كاجي وقتها بيتعصب جامد وبيبعد عنه، شكله بيتغير وخلاص طلع الوحش اللي جواه، وبوم برجل منه بيرميه قدامه وبيتني العصايه اللي في ايده. تعالى لي والله لو اوريك احزاني. بيهجم عليه تاني وبالبوكس بيفرتكه، التاني بيكسره، التالت في الرابع في الخامس، والواد فعلا بيتجلد ومش عارف يعمل معاه حاجه. بيحاول يقوم تاني وبوم خد النهايه في وشه خلصت عليه. ايوه كاجي كده، ده مصير اي حد يقع في ايديه. كم انت رائع يا كاجي. بيقول للاسف دول 9 لكمات بس،
اتمنى ساكورا ما يزعلش. اينوموتو وكوسو هما كمان بيطلعوا له بيلاقوا منتصر على خصمه، بيقولوا له كده جميع اعضاء كل تم القضاء عليهم بنجاح. بيقفوا قدامهم والاتنين بيرفعوا ايديه والكل بيهتف باسم فورين. وكده انتهت المعركه اخيرا بفوز صاحبنا. اي نعم اتبهدلوا شويه ولكن مفيش مشكله يعني. بعدها بيروحوا يفوقوا انزاي علشان يقابل صاحبه، والواد فعلا بيفوق. على طول بيفتحوا الطريق لناجيتو وبيطلع له وبيقولوا له يلا اتصفى انت وصاحبك ارجعوا زي الاول تاني. ناجيتو وقتها كان حاسس بالذنب جدا وبيبص على وشوش اعضاء فورين وحالهم متبهدل خالص، وبيقول انا ما استاهلش تساعدوني، ما استاهلش تعملوا كل ده علشان تنقذوني. انا ايدي اتمدت عليك يا صاحبي، اتمدت على اعز صاحب ليا. انا جبان ومفيش مني اي فايده، الموت بالنسبه لي هيكون احسن بكتير. ساكورا وقتها بيتعصب وبيقول له ياك تفكر انك محور الكون يالا، كان في بنت بتعيط عليك وعاجزه عن مساعدتك، وكمان ما تنساش صاحبك برغم كل اللي انت عملته فيه كان هيعمل المستحيل لوحده علشان يرجعك. كل ده وانت موطي راسك وخايف ترفعها. طبعا على الاقل احتراما لزعيمهم قول لهم انت ليه عملت كده، ايه اللي جبرك على كده، ارفع راسك وتعامل زي الرجاله ولو لمره واحده. الواد فعلا بيحس بغلطه وبيرفع راسه وبيبدا يحكي لهم اللي حصل من البدايه. بيقول لهم كل حاجه بدات لما سبتك يا انزاي وكنت مروح البيت لوحدي، كنت ماشي لا بيا ولا عليا، وفي الطريق شفت مجموعه طلاب من المدرسه موقفين طفل صغير واخدين التليفون بتاعه. حاولت اعمل نفسي ما شفتهمش وكملت في طريقي، ولكن وقتها افتكرتك يا صاحبي، افتكرت كم مره دافعت عني وضربت اللي كانوا بيتنمروا عليا، وقلت في نفسي مستحيل انا هحاول ابقى زيك ولو لمره واحده في حياتي. زعقت بقى على صوتي ووقفت العيال دول وطلبت منهم يرجعوا له التليفون بتاعه، ولكن اللي حصل وقتها العيال نزلوا فيا ضرب انا كمان ومعرفتش اعمل اي حاجه. فضلت اتعذب شويه كده لحد ما اخيرا ظهر. فجاه واحد جه ودافع عني، ضرب العيال دول ورجع للواد تليفونه من تاني، وانا فضلت على الارض عاجز معرفتش اعمل حاجه. وساعتها الواد ده بص له وقال لي انت شجاع جدا يا صاحبي، اللي بيدافعوا عن الناس زيك وما بيسمحوش بالظلم ابدا هم اللي يستاهلوا يبقوا من فريقنا، فريق كل. تعالى معايا انضم لفريقنا واحنا هنحميك دايما وهنعلمك ازاي تقاتل. في الوقت ده فعلا حسيت الدنيا ضحكت لي، حسيت اني هبقى زيك يا انزاي وهتعلم القتال واحاول اوصل لمستواك. على طول رحت معاه فعلا، دخلت المصنع ده وعرفت ان اللي حماني هو اوتارو قائد جماعه كل. رحب بيا ودخلني ولسه بقول يا هادي لقيت واحد قدامي بينضرب ومحدش بيساعده. بقول له من ده يا عم انتوا ليه ما بتساعدوهوش؟ قال له شكله كده واحد كان عاوز يسيب الفرقه، وهوبا اداني بوكس كسر وشه ونزل فيا ضرب من كل مكان. ومن اليوم ده بدا يطلب مني فلوس كتير جدا، ولو ما قدرتش اجيب له المبلغ اللي قال عليه بيكمل الباقي ضرب فيا. عدى يوم في التاني وكل يوم بنضرب ولا عارف اعمل اي حاجه، لحد ما في يوم كنت ماشي وسرقت شنطه العجوز اللي انت شفتني عندها يا انزاي. انا اسف يا صاحبي، انا لو فضلت 100 سنه ارد في جميلك ده مش هعرف طول حياتي. انا كان كل حلم اكون زيك ولو في حاجه واحده. وبينهار من العياط قدامهم. ناجيتو بيصعب على انزاي وبياخده بالحضن وبيعرف قد ايه كميه المعاناه اللي عدى بيها. بيقول له حصل خير، اهم حاجه انك كويس وقدرنا نرجعك بالسلامه. انا بحبك زي ما انت يا عم ومش عاوزك تغير اي حاجه في نفسك يا صاحبي. والكل بيسمع الكلام ده وكانوا متاثرين جدا من كلامهم. على طول بياخدوه وبيطلعوا من المكان وبيتجهوا للمدرسه من تاني. وفي الوقت ده نيري بيفوق وبيكون على ظهر كون، بيفرح لما بيعرف انهم انتصروا في المعركه، وسون بيضربه على وشه علشان ما يمشيش من وراه تاني. وقتها بيتاسف له وبيلف على الكل وبيقول هو ساكورا فين. بيلاقيه ماشي لوحده ورا وملامحه كلها حزن. بينده عليه وساكورا اول ما بيشوفه بيفتكر شكله وهو مضروب وبيكون في قمه الحزن. وقتها نيري بيقول له شكرا ليك على كل حاجه، انت لسه يا دوب بقالك يومين رئيس الفصل وقدرت تجمعنا ونهزم الكلاب دول، انت قائد حقيقي يا ساكورا. الواد بيتضايق وبيقول له قائد ازاي بس، انا نفخت صدري وقلت لكم سيبوهم عليا كلهم، والاخر كلكم عانيتم بسببي، كلكم اتاذيتم وانا ما عرفتش احميكم ولا اعمل اي حاجه. لولا ان كاجي واصحابه جم كان زماننا خسرانين المعركه. انا قائد بس قائد فاشل وما استاهلش ثقتكم فيا. العيال بتتاثر ونيري بيقرب منه وبيقول له ما تحملش نفسك كل المسؤوليه. اي نعم انا انضريت ولكن مش بسببك، لا انا اندفعت زي الغبي من غير تفكير في اللي هيحصل. الكل هم كمان بيأمنوا على كلامه وبيقولوا له احنا كمان ما كناش مركزين في البدايه وواخدين الموضوع باستهتار، انت مالكش علاقه في اللي حصل فينا، لا بالعكس اللي خلاك توصل للحاله دي انك شاغل تفكيرك بينا خلال القتال. الكل بيقرب منه وبيحاولوا يدعموه نفسيا، والواد لاول مره بيحس انه ليه ناس بيحبوهم وبيخاف عليهم. اخيرا بيرجعوا المدينه وبيروحوا المطعم ده علشان يقابلوا اوميميا ويحكوا له كل اللي حصل. بيدخلوا فعلا وكان عمال يضحك وهو يراجع ولا على باله اي حاجه. انزاي وناجيتو وساكورا بيقعدوا قدامه وبيحكوا له كل اللي حصل من البدايه. بيكونوا مفكرين انه هيتضايق ولكن على العكس بيقول لهم عاش عليكم يا ابطال، كويس انكم ساعدتوا زمايلكم ورجعتوا صاحبه، وده اللي انا كنت متوقعه منكم. عمركم ما تسيبوا حد محتاج المساعده
المساعده ابدا. لكن وقتها ناجيتو بيقول له بس انا ورات فورين في معركه ما لهمش ذنب فيها، وكمان في منهم اللي اتصاب بسببي. انا مش عارف انتوا عملتوا كل ده ليه علشان تنقذوني. القائد بيسكته وبيحط الاكل ده قدامه وبيقول له كل يا ناجيتو. الواد بيستغرب وبيقول له كل مالكش دعوه. الواد فعلا بياكل وبيجهش بالبكاء. وقتها بيجهش بالبكاء من كتر المشاعر اللي جواه. بيخلص الطبق وميميا بيقول له ما تقلقش، زمانك عانيت كتير يا صاحبي، انت غلطت ولكن غلطك ده كان غصب عنك، علشان كده اعتبره درس ليك وتعلم منه بس. اما بخصوص الاكل ده فهيبقى ذكرى هتفضل ليه طعم مختلف جواك طول حياتك. ولا ايه يا ساكورا؟ مالك زعلان كده ليه؟ العيال بيردوا مكانه بيقولوا له علشان اتصابنا وهو محمل نفسه كل المسؤوليه. ساكورا بيتعصب وميميا بيقول له عادي يا عم، احساسك بالذنب ده اكبر دليل على انك بتحب زمايلك وخايف اي حاجه تاذيهم. الواد بيتكسف وبيخبط في الخشبه دي والكل كان في قمه السعاده بيه. بعدها اوميميا بيودعهم وساكورا بياخد الاتنين دول علشان يوديهم لماكي. البنت فعلا بتوصل وبتشوف ناجيتو قدامها وبتفضل تضرب فيه وبتقول له انت ليه سبتني ومشيت؟ انت مش عارف اني بخاف عليك ولا ايه؟ بتترمى في حضنه وهي بتبكي وكانت في قمه الحزن من حالته وفي قمه السعاده انه اخيرا رجع لهم من تاني. ساكورا لما بيلاقيهم كده خلاص اتصافوا بيكون سايبهم وماشي، ولكن البنت وقتها بتنده عليه بتقول له نسيت اسالك عن اسمك. فبيقول لها ساكورا شكرا يا ساكورا علشان رجعت البسمه على وشوشنا من تاني، انت منقذ لينا وانا بجد حسيتك زي اخويا الكبير. الواد طبعا بيتكسف في وشه وبيجيب الوان وبيقول لها ولا يهمك يا ستي، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيكون كل الرجاله في مدرسه فورين قاعدين يهزروا مع بعض والوضع تمام التمام. انزاي رجع لحياته الطبيعيه تاني والكل كان فرحان بيه، ولكن اثناء ما هم قاعدين سون ونيري وكيريو بيقولوا امال ساكورا فين؟ ده اول مره يغم الفصل، معقوله يكون لسه زعلان بسبب اللي حصل امبارح؟ نيري بيقول له اكيد لا يا عم، انا هتصل بيه اشوف هو لسه ما جاش ليه. وبالفعل بيتصل بيه وبيقول له ايه يا ساكورا ما جيتش ليه؟ كلنا هنا مستنيينك وقلقان عليك، ايه اللي اخرك او كده؟ فبيقول له مش جاي يا عم وبيقفل السكه في وشه من غير كلام. كلهم بيقلقوا عليه اكتر ونيري بيقول لهم انا حسيت من نبره صوته ان هو تعبان، باين كده انه عنده نزله برد. انا هروح انا وسون نشوف ايه اللي حصل له وبعدين هرجع لكم من تاني. وفعلا سون ونيري بيوصلوا هناك وبيقفوا عند البيت اللي كان قايل لهم انه ساكن فيه. بيتصدموا من اللي شافوه، ايه ده يا عم؟ ده بيت مهجور، معقول ساكورا عايش هنا ولا كان بيكذب علينا؟ سون بيقول له ساكورا ما بيكذبش، لا تعالى نطلع نتاكد. على طول بيطلعوا فوق وبيضربوا الجرس ولكن بيكون بايظ، بيندهوا عليه وبرضه محدش بيرد. سون وقتها بيمسك الباب بيلاقيه مفتوح، بيدخل هو ونيري وهوب. ساكورا بيطلع وبيترعب من وجودهم، كان باين عليه التعب جدا وبيقول لهم هو انتوا معلش مش متعود ان يجي لي ضيوف، وبيسيبهم وبيدخل جوه تاني. العيال بتروح وراه وبتلاحظ ان الشقه اللي هو فيها لا تصلح للحياه، ما فيهاش اي حاجه وحتى الاوضه اللي عايش فيها فاضيه وما فيهاش اي عفش، وبيصعب عليهم جدا. وساكورا بيرجع ينام مكانه. بيقولوا له ايه يا عم طالما انت تعبان ليه ما قلتش لحد فينا يجي يجيب لك حاجه للبرد؟ فبيقول لهم وايه يعني تعبان، هنام للصبح وهقوم زي الفل تاني، دي هي حياتي وانا متعود على كده. سون وقتها بيعرف انه عاش طول حياته وحيد علشان كده ما تعودش يطلب حاجه من حد. سون بيقول له تمام الحاجات دي انا وكل زمايلنا جبناها لك، هتلاقي فيها اكل وعلاج للبرد، خده وخلي بالك من نفسك، ولو احتجت اي حاجه احنا معاك على التليفون. وبيسيبه وبيمشي. بيطلع بره ونيري بيقول لسون ايه يا عم انت استعجلت كده ليه ومشينا على طول؟ مش كنا نفضل معاه لحد ما يخف ولا حاجه؟ فبيقول له ساكورا عانى كتير في حياته، عاش وحيد وتعود يعتمد على نفسه بس وما يطلبش حاجه من حد. تخيل كده انك تهت ووصلت لمكان غريب ما انتش عارف هتروح فين، ايه الحل الطبيعي اللي انت هتعمله؟ فبيقول له بسيطه، هطلع التليفون وهمشي على الجي بي اس. كلامك مظبوط، ولكن لو ما كنتش بتعرف تستخدم التليفون يا ترى وقتها كنت هتعمل ايه؟ ساكورا تعبان يا صاحبي، ولكنه للاسف مش عارف اي حد يقف جنبه ولا عارف ازاي يطلب المساعده، فكان لازم نسيبه لوحده ونمشي. في الوقت ده ماي بتشوفهم هم واقفين وبتروح تفهم منهم كل حاجه. اما ساكورا فبيفوق عنده صداع وبيقوم علشان يشرب، وبيفتح الكيس بيلاقي زمايله كاتبين له كلام يساعده انه يخف وجايبين له حاجات كتيره جدا. بيتاثر وبيعرف انه فعلا بدا يحبهم من جوه قلبه. وهوبا بتطب عليه ماي هي كمان. بيستغربوا البنت بتديله اكل لسه عاملاه له وبتقول له كل وارتاح علشان بكره ترجع زي الاسد من تاني يا بطل. الواد فعلا بدا ياكل وبيقول لها انتوا ليه بتعملوا كل ده؟ انا بعرف اجيب اكل بنفسي على فكره. فبتقول له احنا عارفين كده ولكن اللي خايف تطلب المساعده من حد. لما حد بيعمل لك حاجه تساعدك ده مش معناه انك عاجز تعملها، لا بالعكس. بتاخد الطبق منه وبيقول لها طب انا لسه باكل ليه خدتيه؟ فبتقول له الطبق ده سهل في عمايله، انت مجرد بتحط شويه حاجات وبتسخنهم مع بعض. بس ليه انا عملته لك؟ علشان انت تعبان ومحتاج ترتاح. في الوقت اللي انت هتنام فيه تقوم تلاقي الاكل جاهز وبكده هتكون حياتك اسهل. تخيل كده انك في معركه وقدامك 3 مجانين وفي منهم واحد بنفس قدراتك، هل هتخش عليهم وتضرب كده بالساهل ولا هتستعين ب2 زمايلك يساعدوك وتكسب؟ اتمنى انك تعرف الغلط
عارفين وتصلحوا يا صاحبي. وبالفعل الواد بدأ يفهم كلامها وبيقول لها تمام انا همشي على النصيحة دي بعد كده. بيخلص اليوم وتاني يوم بيفوق ساكورا كواحد تاني، بياخد ادويته وبيفوق نفسه وعلى طول بيطلع على المدرسة من تاني. بيروح على فين؟ مش على فصلهم، لا على فصل سنة تانية. بيقف قدام الباب وبيقول لكاجي تعالى انا عايزك في كلمتين. كاجي بيروح معاه وبيقف في مكان بعيد عن الناس وبيقول له ايه يا عم اللي انت محتاج تعرفه؟ ساكورا بيقول له انا جبتك هنا علشان اخد نصيحتك في حاجة. انا عايز اعرف منك ازاي بتثق في زمايلك وتعتمد عليهم يعملوا اي حاجة مكانك من غير ما تحس انك حمل عليهم؟ ازاي تعرف تطلب منهم حاجة من غير ما تكون حاسس بحاجة جواك بتقولك ما تعملش كده؟ كاجي وقتها بيفهم كلامه من غير كلام، بيمشي قدامه وبيروح للمكنة دي، بيجيب منها الازازة دي ومن غير كلام برضه بيديها لساكورا. الواد مش فاهم حاجة وكاجي بياخده على السطح وبيقعد على ركن فيه، وساكورا بيتعصب وبيقول له ايه يا عم انا بسألك ازاي اتعامل مع زمايلي واعتمد عليهم، اللي انت بتعمله ده. فبيقول له عادي بكل بساطة الحاجة اللي ما تعرفش تعملها اطلب من حد تاني هو اللي يعملها لك، بس كده انا بعترف قدامهم ان ضعيف ومحتاج المساعدة وكمان احتمال يرفضوا يساعدوني. فبيسكتوا كاجي وبياخد منه الازازة وبيكتب عليها حاجة. بيقول له ايه الازازة ديت؟ ساكورا بيقول له عصير نعناع. متأكد؟ يا عم ما هو مكتوب عليها عصير نعناع اهوت. كاجي بيقول له ولكن اللي جواها قهوة، بمعنى ان الظاهر حاجة واللي جوه الازازة حاجة تانية. زيك بالظبط كده يا صاحبي، عاوز تبين انك معتمد على نفسك وقوي مش حاسس بالوحدة وجواك مشاعر عكس كده خالص. انت عارف ان السطح ده كان مسكون قبل كده؟ الواد بيستغرب وكاجي بيقول له احكي لك. من زمان واحد طلع على السطح ده وشاف عفريتة في الركن اللي هناك ده واترعب جدا وعلى طول نزل وقال لزمايله، ولكن لما طلعوا في اليوم التاني علشان يتاكدوا من كلامه لقوها بس كانت مغرفه عليها قماشه هي اللي كانت بتتحرك. ساكورا بيضحك وبيقول له مين العبيط ده؟ بيخاف من حاجه مش موجوده اصلا، ده اهبل خالص. ايوه زي ما انت خايف كده يا صاحبي، انت عاوز تقرب من زمايلك وترتبط بيهم وكمان لما تحتاج حاجه تعتمد عليهم، ولكنك خايف يرفضوك، ودي حاجه مش هتحصل يا صاحبي. زمايلك بيحبوك علشان شخصيتك وعلشان يعرفوا ساكورا عامل ايه، مش علشان ساكورا بيعرف يعمل ايه. ثق بنفسك، امن بزمايلك. نيرو وسون كيريو كون وغيرهم من باقي الفصل هنا كان عارفهم كويس، شفت تعاملهم معاك ومتاكد ان عمرهم ما يسيبوك ابدا. الواد بيتاثر من كلامه هوبا وميميا بيقول له عاش عليك والله وبقيت بتعرف تتكلم زي هيراجي بالظبط يا عم. كاجي بيتحرج من كلامه وبيديله بوكس وبيختفي من المكان. ساكورا هو كمان كان فاهم الكلام وخد الدرس وبيسيبهم وبيمشي هو كمان. وميميا بيقول لهيراجي ايه رايك يا عم اللي انت علمتهم كبروا خلاص وبقى يعتمد عليهم بعد كده. هيراجي بيفتكر لما خد نفس الازازه وعلم كاجي نفس الدرس اللي اداه لساكورا علشان كان بيعاني من نفس المشكله. بيقول فعلا ما الحياه الا ادوار ولازم الكبير يعلم الصغير، لكن ما علينا يعني. المهم بعدها ساكورا بيكون رايح على الفصل بتاعه وبيتخيل حياته اللي هو عايشها. بيقول انا طول حياتي ماشي على الحبل ده حابس انفاسي صالب طولي وخايف اقع وما الاقيش حد يساعدني، الحبل ده ملوش نهايه وخلاص لازم يكون في حل للي انا فيه. بيوصل قدام الفصل وكل زمايله بتتجمع علشان يرحبوا بيه، لكن الواد بيقف وشه في الارض وماسك على ايديه. خلاص قرر ينط من الحبل ويقول لهم على كل حاجه حاسس بيها ويشوف بعدها ايه اللي هيحصل له. بيبدا يتكلم وبيقول لهم في البدايه انا اسف علشان ما عرفتش اكون عند حسن ظنكم فيا، ولكن انا عاوزكم تعرفوا كام حاجه عني. انا في معظم الاوقات بكون تايه ضعيف ومحتاج حد يكون جنبي يساعدني ويقول لي اعمل ايه في حياتي، وكمان مش اجتماعي وما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض، يعني ممكن ما اعرفش اتعامل معاكم كلكم. انا اسف علشان واحد فاشل محتاج المساعده زيي هو رئيس الفصل بتاعكم. وهوبا سوغيشنا بيديله رجل بتفقلسه، باقي زمايله بيكملوا عليه والواد ما كانش فاهم حاجه. قال زي بيروح له وبيقول له بعدين يعني ايه مناسبه الكلام اللي انت قلته ده؟ انت جيت هنا وعمال تقول فيك وفيك وفيك ومفكر اننا كده مش هنحبك ولا حاجه؟ انت ليه مصمم تطلعنا واطيني يا صاحبي؟ احنا بنحبك علشان انت ساكورا صاحبنا، بنحبك علشان شخصيتك الجدعه اللي بتقف جنب الكل وقلبك الطيب اللي بيساعد الضعيف، مش ناسي وقفتك جنبي وانت بتحارب جماعه كل وشايل هم كل اعضاء الفرقه على كتافك ومحمل نفسك المسؤوليه، وكلامك اللي لسه لحد النهارده مأثر فيا. بص يا صاحبي مهما كان فيك وفيك وفيك هتفضل برضه ساكورا اللي احنا بنحبه ومش هنتخلى عنه. الواد وقتها بيفرح من كلامه، الواد وقتها بيتخيل انه وقع من على الحبل وعلى عكس اللي كان متوقعه لقى نور وزمايله جنبه بيمدوا له ايديهم علشان يفوق. بيروح معاهم والاول مره بيحس انه مرتاح ومش حاسس بضغوطات ولا خايف من اي حاجه حواليه. سون هو كمان بيتكلم وبيقول له انت عشت طول حياتك وحيد يا ساكورا، مفيش مشكله انك تاخد وقت علشان تتعود علينا، خليك واثق اننا دايما هنكون في ظهرك. زي بيقول لهم ما كفايه يا جدعان تعالوا نروح بربطه المعلم لمطعم نايله كل امتين. تمام. الكل وقتها بتعجب الفكره وعلى طول بيروحوا
بيروحوا لهناك بيدخلوا المطعم والبنت بتستغرب ان كل دول جايين، بتسلم على ساكورا وبعدها كلهم بيقعدوا علشان ياكلوا، وواحد فيهم بيقول طالما رئيس فصلنا قال ايه الحاجه اللي مضايقاه في شخصيته فكل واحد فينا هيقول الحاجه اللي مضايقاه. الكل بيفرح وبيبدا اول واحد يتكلم وبيقول لهم الصراصير. برغم شقاوتي وان ما بخافش من حاجه فاكتر حاجه بخاف منها هي الصراصير، بتخليني زي العيل الصغير بالظبط. الكل بيضحك عليه وتاني واحد هو كون بيقول لهم انا لا مؤاخذه يعني بخاف من العفاريت، مش متخيل ان واحد يطلع لي في يوم من الايام مش هعرف اعمل معاه اي حاجه، ده حتى وانا بستحمى بخاف اغمض عينيا لو واحد يطلع لي وانا مغمض ويعورني. الكل وقتها بيضحكوا عليه هو كمان، وساكورا لاول مره بيضحك في حياته، والكل وقتها كانوا في قمه السعاده والوضع تمام التمام. ومن هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. لو عجبك وعايزنا نكمل في تكمله حكايه ساكورا فما تنساش اللايك الجميل والشير المثير، وتكتب لنا في التعليقات الانمي اللي انت عايزه المره الجايه يا زميل. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.